قبل ما ناخد القرار اكتشفت حاجة ما كنتش متوقعة نهائيا. رجعت للدار والعرض ديالو باقي كيدور في بالي، ولكن شي حاجة ما كانتش مريحة. علاش دابا؟ علاش رجعوا ليا؟ قررت نقلب شوية قبل ما نجاوب. دخلت نشوف المشروع ديالهم، صفحة، حساب، فيديوهات، كلشي باين عادي، ولكن واحد الفيديو شدني. الصوت كان قريب ليا بزاف، قريب بطريقة غريبة. سمعت مزيان ونوقف الفيديو ونرجعو ونسمعو مرة أخرى. الصوت كان ديالي أنا. الفيديوهات كانوا دايرينهم بصوتي، بنفس طريقتي، نفس الأسلوب، ولكن ماشي أنا اللي نشرتهم. كانوا كياخدوا المحتوى ديالي ويستعملوه بلا خباري. داك اللحظة حسيت براسي رجعت لنقطة الصفر، نفس الإحساس، نفس الظلم، ولكن بطريقة مختلفة. ما بقاش غير استهزاء ولا إهانة، دابا كيستغلوا تعابي. رجعت ليه وتلاقيت بيه وشفت فيه مباشرة. كنت باغية نعاونك، ولكن دابا خاصك تشرح ليا هادشي. سكت وبان عليه التردد. من بعد قال: مشروع كبير وكنحتاجو محتوى قوي. فهمت كل شي، ما كانش اعتذار، كان هادشي كله مصلحة. ديك اللحظة ما بقيتش داك البنت اللي كتسكت. قلت انا ماشي فرصة تستغلها، انا انسانة والنجاح ديالي ماشي ديالك. منين قال لي كاينين ناس اخرين ما خفتش، ولكن فهمت خاصني نكون اذكى. رجعت للدار، ولكن هاد المرة ما كانش بحال قبل. ماشي غير تفكير، كان خوف. واش بصح نقدر نواجههم ولا نسكت ونحمي راسي؟ ولكن واحد الحاجة ما خلاتنيش نسكت، حيت الا سكت غادي يبقاو يديروا نفس الشيء لناس اخرين. قررت ماشي غير نحمي راسي، قررت نكتشف الحقيقة، ولكن ماشي بطريقة عشوائية، خاصني دليل. رجعت نشوف الفيديوهات ديالي اللي استعملوا، قلبت في التفاصيل. واحد الحاجة شدتني، نفس طريقة المونتاج، نفس الصوت، نفس الأخطاء الصغيرة. هادشي ماشي غير سرقة، هادشي منظم. دخلت نشوف تعاليق الناس ولقيت حاجة ما كنتش متوقعاها. ناس اخرين كيقولوا حتى انا وقع ليا نفس الشيء، حتى انا سرقوا ليا المحتوى، ماشي غير انا، كاينين ضحايا بزاف. ديك اللحظة الخوف تبدل، ما بقيتش بوحدي، وليت كنحس ان عندي مسؤولية. ما مشيتش نواجههم مباشرة، بديت نجمع الأدلة، حتى واحد النهار تواصلت مع واحد من الضحايا، ومن بعد آخر، حتى ولينا مجموعة. ما بقيناش غير أشخاص متفرقين، ولينا صوت واحد. وهنا بدات اللعبة تتقلب. قبل ما نتحركوا وصلتني رسالة جديدة: كنعرفوا شنو كديري وحذاري تزيدي خطوة أخرى. هاد المرة ما كانش غير تحذير، كان تهديد. ولكن السؤال ما بقاش واش نخاف، السؤال ولا شكون غادي يوقف الأول. كان عندي اختيار واحد: يا اما نواجههم بطريقة خطيرة ولا نربح بطريقة ذكية. من بعد داك التهديد فهمت واحد الحاجة: إلا دخلت في المواجهة المباشرة نقدر نخسر كل شيء، ولكن كاين طريق آخر. قررت نستعمل أقوى حاجة عندي، الصوت ديالي. بدل ما نحاربهم غادي نحكي القصة. صورت فيديو، ولكن ما ذكرت حتى اسم، غير حكيت كيفاش كيتسرق المحتوى، كيفاش كيستغلوا الناس، وكيفاش الواحد يقدر يحمي راسو. الفيديو ما كانش هجوم، كان وعي.
الفيديو طار، ناس بزاف بداو يهضروا، محتوى بحالي خرج، ناس اخرين شاركوا تجاربهم، الحقيقة خرجت بوحدها. داك المشروع بدا كينقص، ماشي حيت انا حاربتهم، ولكن حيت الناس ولات واعية، وانا ما ضيعتش وقتي معاهم. رجعت نركز على المحتوى ديالي، على حياتي، على التطور ديالي. كل نهار كنكبر اكتر. تعلمت واحد الدرس: ماشي كل معركة خاصك تدخل ليها، كاين معارك كتربحها ملي ما كتدخلهاش اصلا. واقوى رد هو النجاح ديالك. انا ما حاربت حتى واحد، انا غير ركزت على راسي، والباقي وقع بوحدو. ركز على طريقك والباقي غادي يتحل. ما تبدلتش حياتي حيت الدنيا تبدلات حيت انا قررت نتبدل. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الجزء الخامس والأخير. نتمنى تكونوا استمتعتوا وخديتوا أفكار تقدر تبدل حياتكم الأحسن. ما تنساوش التغيير كيبدا بخطوة صغيرة. نشوفكم محتوى جديد إن شاء الله. مع السلامة.